السلام عليكم. تحية مسائية، تحية رياضية. أكثر من 24 ساعة على الخرجة الأولى للمنتخب الوطني الجزائري في كأس العرب فيفا قطر 2024. بوقرة استأنف تدريبات رفقة أشباله، نوقفوا على التحضيرات للمباراة المقبلة ستكون السبت المقبل مع المنتخب البحريني. كيف هي معنويات المنتخب الوطني الجزائري بعد حملة الانتقادات الكبيرة التي طالت مجيد بوقرة بالإضافة إلى لاعب المنتخب الوطني خاصة إسلام سليماني؟ ارتحنا شوية، خممنا شوية، استوعبنا. حبيت نحطكم في الصورة ما هو الجديد هناك في الدوحة قبل ما نتكلموا على طريقة التحضير للمباراة المقبلة، لأنه في رصيدنا نقطة اختلفنا فيها إذا كانت نقطة بطعم الفوز أم أنه كانت نكسة وخسارة مع المنتخب السوداني. بين كل هذا وذاك تعليقات كانت كبيرة على مستوى القناة أو على مستوى موقع التواصل الاجتماعي، انتقادات كبيرة تلقاها مجيد بوقرة، وهناك من شكك حتى في قدرته على قيادة المنتخب الوطني لأنه لا يملك الخبرة. هناك من وصل أيضا بالانتقاد إلى الهدف التاريخي لإسلام سليماني بعد التغيير اللي دخل في مكان بركان، محمل إسلام سليماني المسؤولية، وهناك من حمل المجيد أو الماجيك المسؤولية. على كل الصورة الواضحة حاليا، المنتخب الوطني الجزائري طوى صفحة منتخب السودان الجولة الأولى، دخل في التحضير للمباراة المقبلة. اليوم كانت حصة الاستئناف. الجديد في حصة الاستئناف أنه ياسين إبراهيمي لم يتشافى بعد من الإصابة اللي كان تعرض لها مع فريقه الغرافة، وتدرب مع المجموعة على انفراد، لكنه احتمال كبير أنه لن يكون جاهزا في المباراة المقبلة. تحدثنا كثير على الخيارات التشكيلة الأولى كما كان تكلم معنا جابر نعمون في فيديو السابق، وأيضا على التغييرات وقراءة اللعب لمجيد بوقرة. احنا نعرفوا مجيد بوقرة وتفكيره وقراءته. فيما يخص أمير سعيود، بعد الندوة الصحفية قال أنه نوعا ما حبش يغامر بأمير سعيود لأنه ينتظر منه ما هو قادم في المباراة المقبلة. هذه دلالة على إن شاء الله أنه أمير سعيود راح يكون أساسي في المباراة المقبلة مع المنتخب البحريني. هذا المنتخب الذي أيضا سيأتي من أجل لعب كل حظوظه لأنه انهزم مع المنتخب العراقي ب2-1. اليوم تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري في تحضيراتها بمعنويات مرتفعة، وعي بحجم المسؤولية، انتقادات كبيرة تلقتها. يفكروا الآن في المباراة المقبلة. كما قلت لكم تدريبات كانت جماعية. مجيد بوقرة من الآن بدأ يفكر في التشكيلة الملائمة للدخول في المباراة المقبلة. أدم والناس لن يكون حاضر بداعي أنه تلقى إنذار، وأيضا بداعي الأداء الباهت الذي ظهر به. ياسين بزية احتمال كبير أنه لن يكون أساسي في المباراة، أو على الأقل لن يكون في وسط الميدان. راح يكون أمير سعيود وفق المصادر اللي وصلتنا من هناك من الدوحة، وفق الحديث الجانبي اللي كان ما بين الناخب وأيضا الطاقم المساعد مصباح، بالإضافة إلى اللاعبين المنتخب الوطني الجزائري. للإشكالية نوعا ما، مش عارف توافقوني الفكرة، أنه احنا تلقينا صدمة لأنه لم نكن ننتظر هذا السيناريو، في الوقت أنه بدران قال أنه أداء كان رجولي وفق السيناريو والمعطيات اللقاء اللي كان بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب سوداني منظم، كتلة جماعية، روح مجموعة، روح قتالية. احنا صمدنا خاصة في الشوط الثاني. الشوط الأول لم نتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف. لهذا اليوم نقول أنه المنتخب الوطني الجزائري ادخل في الشوك، عرف ما هي المنافسة، عرف ما هي البطولة. الإشكالية نوعا ما مجيد بوقرة في 3 منافسات وهذه الرابعة أول مرة يتعرض لنتيجة سلبية في لقاء الافتتاح، وهذا أمر ربما يحتاج إلى عمل نفسي بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، بالنسبة للتشكيلة، بالنسبة للفريق، بالنسبة للطاقم الفني. لأنه في لقاء الافتتاح اللي كان في الشان كان فاز، في لقاء كأس العرب أيضا كان فاز، كان تعادل، وأيضا في الشان الأخير كان تعادل. أول مرة يعني نتيجة سلبية وفق ما كنا ننتظر، يعني تعادل سلبي، لكن هذا يبقى قراءات فقط. فيما يخص أيضا الأخبار اللي كانت اليوم بعد إسدال الستار عن الجولة الأولى من فيفا قطر 2025، فيكتور لكحل متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري كان ضمن التشكيلة الأساسية، واللي كان هو حقيقة القلب النابض في التشكيلة الأساسية. لهذا يجب أن نركز
مش عارف يتوافقون الفكرة على الأمور الإيجابية اللي شفناها في اللقاء السابق والأمور السلبية التي يجب معالجتها. مثلا وسط محور الدفاع بدران وعبادة كان محور دفاع كان لبس به، كان خاصة عبادة اللي قدم مردود كبير طيب وجيد. على الجهة اليسرى خاسف قدم ما عليه. وسط الميدان بن دبكة بالإضافة إلى فيكتور لكحل مع أسبقية وأفضلية لفيكتور لكحل اللي كان أداؤه مليح مقارنة ببن دبكة. الإشكالية اللي كان فيه من كان في ياسين بنزية مش متعود يلعب وسط الميدان وعنده مدة ما لعبهاش، وايضا ما اداش الدور اللي عليه كمنشط اللعب وكان هو يجي للخط الخلفي، وهذا دور لامير سعيد في المباراة المقبلة. فيما يخص الجهة اليمنى اللي كان يعتمد على آدم والناس، لاعب مهاري لاعب عنده خفة، لكن آدم والناس زمان اليوم آدم والناس أو أمس ما حسيناش آدم والناس اللي كان منتظر، لهذا ربما سيتم استبداله بلاعب آخر، لاعب رواق، وربما حتى الاعتماد على ياسين بزية في الرباق واعتماد على أمير سعيد تنشيط اللعب. فيما يخص بركان إذا ما ظهرش مليح كان المشكل نتاعو ربما كان عنده الكرات ما وصلتوش، على عكس بولبينا اللي حسيناه كان شويه تيميد. لهذا انا اعتقد انه المنتخب الوطني الجزائري اليوم مع مجيد بوقرة وايضا مع اشباله راح يحضروا للمباراة المقبلة اللي راح تكون ان شاء الله مع المنتخب البحريني يوم السبت المقبل بمعنويات مرتفعة، خاصة انه الثناء الكبير اللي كان من طرف المتابعين في كان او كأس العرب فيفا قطر 2025 على الجماهير الحاضرة بقوة، ولم تكن حاضرة من اجل الحضور وانما كانت حاضرة ومؤازرة ومناصرة للمنتخب الوطني الجزائري على مدار 90 دقيقة، ولهذا كان قالوا تحدث عليه واثنى عليه كثير المعلق في قنوات الكأس البلوشي، قال لاول مره وبخبرته وتجربته في الكثير من المنافسات حضر مباراه كان فيها حضور جماهيري قوي وكان تشجيعات على مدار 90 دقيقة. أثنى على الجمهور السوداني نحيوه، وأيضا على الجمهور الجزائري الذي كان أثنى عليه كثير، وهذا كله يحسب لصالح المنتخب الوطني في المباراة المقبلة. في رصيدنا نقطة، البحرين ما عندوش رصيد 0 نقطة، السودان نقطة، العراق 3 نقاط، ما زالت حظوظ قائمة، لازم شوية نستبشروا خير. وفيما يخص أيضا اللاعب إسلام سليماني، حقيقة أداؤه كان باهت في المباراة، دخوله كان باهت في اللقاء، ما كان من المفروض أن لا يدخل وفق معطيات المباراة اللي كانت، اللي أيضا حتى الميزات اللي يتميز بها أيضا إسلام سليماني، خطأ وقراءة خاطئة من مجيد بوقرة، لكن ربما حسينا بلي هناك تنمر كبير على إسلام سليماني نظير ما قدمه للمنتخب الوطني الجزائري في فترات سابقة. هو الهداف التاريخي، يبقى الهداف التاريخي، سجل أهداف كثير حاسمة للمنتخب الوطني الجزائري. مباراة واحدة لا تغنينا ولا تنسينا في إسلام سليماني، لهذا نتمنى إذا كان استدعاء للمنتخب الوطني بوقرة شاف في إسلام ربما نقاط لم نراها. حقيقة المنتخب ليس للتكريم، لكن أيضا ليس بوابة للتنمر على لاعبين تقمصوا ألوان المنتخب الوطني الجزائري. إسلام سليماني إذا لم يكن حاضر في التشكيلة وما دخلش بديل، لكن على الأقل راح نحتاجوه في غرفة الملابس ونحتاجوه في فترات مثل هذه حتى يرفع من معنويات اللاعبين الأشبال المنتخب الوطني الجزائري. نقول حامل اللقب ما زالت حظوظه قائمة، ونحب تكون شوية إيجابي، مش عارف إذا تكونوا أنتم أيضا إيجابيين في تعليقاتكم لما ينتظره المنتخب الوطني الجزائري. المهم المعلومات تقول أنه طوينا صفحة السودان ونفكر في البحرين، وأيضا بعدها سيكون الكلام مع المنتخب العراقي. السلام عليكم.